والعلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسبائل طرا وخيرا أمنوا. مشاهدينا الكرام مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة شباب. هذا البرنامج الذي يهتم بقضايا الشباب الإريتري وشباب العالم الإسلامي. باسمكم جميعا نرحب بمن يصحبني في التقديم والذي عاد بعد انقطاع الفترة الماضية، حبيبي وصديقي أبو صقر أنس بيان. حياك الله يا أنس. يا مرحبا يا أبو تركي أستاذ عبد الرحمن، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في الحلقة الثانية بعد انقطاع بعد المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. أبو صقر عاد إلى الساحة الإعلامية من جديد. حياك الله يا عبد الرحمن. حياك الله. نقول أهلا بعودتك ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام. مستمعينا الأفاضل، قبل أن ندخل إلى الفاصل نذكركم بأنه يمكنكم مشاركتنا في هذه الحلقة عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا لا نستغني عن مداخلاتكم واستفساراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك أو قناتنا عبر اليوتيوب. ننتقل إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة سمر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أول فقراتنا لهذا البرنامج المبارك. الموضوع لجلسة سمر لهذا اليوم يعني جميل، مهم، يعني كثير ما يدور الموضوع هذا حول الشباب بشكل عام وحول الأمة الإسلامية بشكل خاص. نعم. بالحديث عن هذا الموضوع، وهو بالمناسبة هو صلة الرحم وعلاقة الشعب بأهله وأقاربه. وبالحديث عن هذا الموضوع لابد أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الحديث الشريف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هنا نجد أن صلة الرحم تؤثر بشكل كبير على طول العمر وثبات النسب، وأيضا على البركة في المال وغنى الدنيا وأيضا الفلاح في الآخرة. دعنا نبدأ يا أنس، ولعلك لديك مداخلة. أي نعم. طيب، قبل أن أنت ذكرت اللي هو فضل صلة الرحم وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا نتطرق لأمر أمر مهم جدا. نعم. الأمر إيش هو؟ شوف، أنا الإنسان كثير ما تكون عنده علاقات مع الشباب. نعم. وشخصيات متعددة ومدري إيش وما إلى ذلك. أنا أمتلك من الأصدقاء سبحان الله لقيته مبارك في وقته وفي ماله وفي صحته، وربي كاتب له القبول في الأرض. يعني تلقاه سبحان الله ما جلس في جلسة إلا تلقاه محبوب. لقاه غريب، مثلا غريب، أنت الآن جالس عند واحد غريب ما أدري إيش كذا، سبحان الله تلقاه يدخل إلى قلبه يتسلل. سبحان الله. وتلقاه ربي فاتح عليه في المال، وفاتح عليه في وقته، وفاتح عليه في رزقه. تجي ترجع للأمر، يعني لو يعني دخلت جوا هذا الشخص وبديت يعني تعرف عن معلوماته الشخصية ومدري إيش، تلقاه يصل الرحم. المركز الأول والشيء الثابت في هذول الرجال اللي ربي مبارك لهم في رزقهم هم أنهم يصلون الرحم. تلقاه والله ما هي مقصر لا مع أخته، ولا مقصر في السؤال مع زوجة، مع أخته الصغيرة الكبيرة، تلقاه يصرف عليهم، تلقاه يسوي كذا وكذا 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 وكذا. هذا يعني شوف، أنا أجلس معهم بس تلقاه أنه هو ربي مبارك له في رزقه. تستطلع في الأمر، يوم تستطلع في الأمر تجي تشوف تعرف أنه لا، الإنسان هذا يصل رحمه، بار بأمه وأبيه، ومهتم في شؤون عائلته، فلذلك ربي بارك له في ماله وفي وقته وفي صحته، وكتب له القبول في الأرض. يعني هذا تأثير يكون فعلا ملموس. نعم، هذه مصداقية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مصداقية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا ندخل من كلامك أبو صقر إلى محور مهم جدا، ألا وهو لو سألك أحد وقال كيف يجب أن تكون علاقة الشاب بأهله وبأقاربه وبعشيرته وأيضا بمجتمعه، ممكن نقول أن هذا الموضوع يعني من ناحية القبيلة والعشيرة
فيه وجهات نظر كثيرة، ولكن علاقة الشاب بأهله هي علاقة واجبة، يجب على الشاب أن يصل رحم أهله سواء أبيه وأمه ببر الوالدين، وأيضا أخوانه وأخواته يعني بصلاتهم يعني تعتبر بالنسبة له مسؤولية كبيرة، كونهم قد يكون بعض الشباب هو المسؤول الأول عن أهله. نعم. في حال مثلا لا قدر الله سفر الوالد أو وفاته أو ما شابه ذلك، وبالتالي هو يكون الشخص المسؤول عن أهله. وأيضا الزوجة والأبناء هؤلاء كلهم من صلات الرحم، ولكن هذه كلها أمور واجبة على الشاب اللي هو أهله المقربين. ولكن عندما نوسع الدائرة قليلا ونتكلم عن أبناء العم وأبناء العمة والأعمام والعمات والخلان والخالات، هؤلاء كلهم أيضا يجب على الشاب أن يصل رحمهم. وهنا يأتي موضوع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه المسلمين وقال: من أحب أن يبسط له في رزقه ومن سأله في آياته فليصل رحمه. هذه كلها المقصود بها هنا دائرة الأقارب. فبالتالي كيف ممكن للشاب أن يؤثر أو كيف يمكن للشاب أن يصل رحمه بأقاربه؟ أنا أعتقد أنه الأقارب المقربين هؤلاء لابد أن يكون التواصل معهم بشكل مستمر ودائم. نعم. أيضا أنا ثمة أمر أود التعريج عليه، اللي هو البعض من الشباب أو كان شباب صغارا كبارا أيا كانت الفئة، يعتقد أن الزيارة للأقارب فضل. جميل. يعتقد أن الزيارة للأهل أو التوجيب مع أختك المتزوجة أو أخوك المتزوج يعتبره فضل عليه. يعني يقول لك والله أنا ترى تفضلت على أخي لأني زرته في منزله، أو تفضلت عليه مثلا أني حضرت له مثلا جاه مولود وحضرت له وجبت له كيك. نعم. فيعتقد الموضوع هذا تفضل. نعم. وهذا غلط، هذا واجب عليك. نعم. احنا نرجع لتصنيف الأقارب. عندك مثلا زي ما ذكرت الدائرة الأولى والأقرب هي الأم، ثم الأب، ثم الأخوات. هذا يجب عليك أن تكون الأب والأم قبل ما يطلبونك يجب أنك أنت توفر الشيء. لو استطاع أنك تقرأ مثلا الوالد يريد ماء بدون ما يطلب، هذا أبلغ البر. نعم. أما إن طلب منك وأنت خدمته أنت بريت فيه، لكن في أبلغ. هذا على صعيد الأم والأب. نعم. أما على صعيد الأخت وفي الدائرة الأولى اللي هي دائرة العائلة المغلقة اللي هي الأم والأب والأخت ومن معك في المنزل، يجب أنك أنت تكون تتعامل معهم بأقوى أنواع التأثير. عندك أختك الصغيرة، أنت الأخ الكبير، تربيها. نعم. تغرس في رأسها منذ الصغر العقائد الإسلامية. نعم. تغرس في رأسها منذ الصغر حفظ كتاب الله عز وجل. هذه أنا أراها من الواجبات على الأخ. ما دون ذلك يعتبر ما أقول أنه تفضل مثلا أنه يعلمها ما دون ذلك. أهم شيء أنك تغرس في البداية الغرائز الدينية، العقيدة الصحيحة، حفظ كتاب الله عز وجل، المحافظة على الصلاة، كلها ورد ما ورد. هذا مع الطراز الأول والأهم اللي هو العائلة اللي هي الأم والأب. المرتبة الثانية يأتي مثلا أعمامك، أبناء عمومتك، بنات عماتك، بنات خالاتك. هذا يجب عليك أنت لا تعتقد أنك متفضل. صحيح. هذا يجب عليك أنت أنك أنت تشاركهم الأحزان وتشاركهم الأفراح وتقف معهم، حتى وإن كنت حتى وإن كنت غير ما أنت بحاب الوقفة، تقف إجبارا تعتبرها برا بأبيك. صحيح. لأن صلة الرحم في عمانك وعماتك هذا برا في أبيك. صحيح. نعلم أن بعض العوائل وبعض الأسر لديهم مشاكل عائلية. المشاكل العائلية واردة في جميع الأسر. أنا ما أعتقد في أسر ما عندها المشاكل العائلية. المشاكل العائلية قد تكبر وتدخل مشكلة بينك وبين عمتك وبينك وبين خالتك وبينك وبين. في هذه اللحظة ما تقطع أنت العلاقة، ما تقطع صلة الرحم من أجل أنهم آذوك. أي ما تقطع صلة الرحم، أنت تروح توجب السلام، السؤال من وإلى من أجل البر بأبيك. صحيح. ما تقول أنا والله لا في مشاكل زي كذا، لا أنا والله ما بروح، سأقف مع الطرف اللي سوى من وإلى. لا، أن تقف برا بأبيك وأمك، لأن هذول في الأخير عمانك وعماتك، نسبك، عائلتك. تقف معهم
مجبرا برا بأبيك وأمك. طيب الآن فعلا هذا كلام جميل، وأعتقد الجميع يعني يعلم ذلك، وإن كان هناك بعض الناس لا يتفقون هذا الكلام، إلا أنه هذا الكلام هو الذي يجب أن يكون. ولكن لو سألتك يا أبو صقر وسألت المشاهدين، ما هي الواجبات والمسؤوليات التي يجب أن يقوم بها الشاب تجاه أهله وأقاربه، وما هي المستحبات؟ طيب احنا ذكرنا أنه في البداية أنه الواجبات هي أنك أنت تسلم، تشاركهم الأفراح، تشاركهم الأحزان، تتواصل معهم بشكل مستمر. إذا كان الشخص لا يحل، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيرضى هذا ويرضى هذا، هذا في دائرة المسلم والمسلم، فما بالك بدائرة الأقارب الذي يجمعك بينهم دم ولحم، وتجد أنه جدك مثلا الثالث أو الرابع هو واحد، فبالتالي هؤلاء أحرى وأحرص بالشاب أن يتواصل مع أقاربه. دعنا نتحدث عن المستحبات. عندنا بعض الشباب ممكن يقول أنا هذه كلها أنا أسويها وما أشعر أني متفضل، يعني أنا أعتقد أنه هذا الشيء طبيعي بين الناس، يعني الناس بعض الناس يعني من بره بأقاربه يعتقد أنه هذا الشيء أمر روتيني مثل شرب الماء مثل الأمور الثانية. ولكن لو تحدثنا عن المستحبات، ما هي المستحبات التي يمكن للشاب أن يقوم بها وإن لم يفعلها فلا حرج عليه؟ أنا أعتقد مثلا التواصل بشكل يومي مثلا، هذه كلها من الأمور ممكن أن تتواصل بشكل كل يومين 3 حتى لا تكون ثقيلا عليهم. نعم. يقول الشاعر لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك، ليس من ذنب أناس أن يكونوا أقربائك. يعني لابد أن الشاب أن يخفف أيضا، لا يزعج أقاربه بكثرة اتصالاته وكثرة حضوره، وفي النهاية يعني الناس لها حدود ولها يعني أمور خاصة يجب أن تحترم. أنا أعتقد أيضا من الأمور الأخرى، ما رأيك أبو صقر؟ أنا أضيف مثلا كثرة العزائم. أيضا كثرة العزائم أنت يعني مثلا هو أمر سلبي، بس عشان ننبه أن كثرة العزائم ما هي أمر سلبي. قد تتحول إلى أمر سلبي. أي قد، لكن أنا أتكلم مع الأقارب أنك أنت مثلا لو عزمتهم بشكل أسبوعي، هذا مو شكل يعني ما هو أمر يعني ما هو أمر سيدور عليك بالخطأ. نعم. لا، بس أنه مستحب. صحيح. أنا أقول لك مثلا لا، خلي مثلا في اجتماع بشكل شهري، العائلة كاملة، عشاء مثلا أو غداء أو أي مناسبة. أما أنك تخليها كل أسبوع وقفة رجال وأنت ما قصرت وتجملت، لكن مستحبة، يعني لو تركتها ما عليك أثر. هنا المقصد، يعني مثلا لو خليت أنها كل شهر ما فيها مشكلة، أما لو خليتها أسبوعيا على مراحل التجمل، لكن لو تركتها ما عليك خلاف. يعني أيضا هناك حد مهم يجب على الشاب أن يعني يحرص عليه كثيرا، ألا وهو احترام الحدود، احترام حدود العائلة. يعني اعلم أنه عمك وعائلتهم عائلة مختلفة تماما عن عائلتك، وإن كان يجمعك دم، فبالتالي لديك حدود. بعض الناس يعتقد أنه من حقه أن يعرف أسرار البيوت الأخرى ويطلع على حالهم، وإن كان بحسن نية. يعني من أراد أن يشارك أحزانه فسوف يشارك، من أراد أن يشاورك في أمر ما سوف يشارك. ولكن عندما تبدأ بالتطفل والتدخل فيما لا يعنيك، هذا قد يسبب مشاكل كبيرة، ومما يؤدي أيضا إلى قطع صلة الرحم. خليني أقول لك يا أبو صقر محور جميل جدا، ألا وهو تأثير صلاح الشاب وفساده على أهله. كيف ممكن يؤثر الشاب بفساده على أهله؟ يعني مثلا أتكلم عن فساد النفس فقط، يعني فساد على نفسه، يعني ليس الفساد المتعدي، وهو طبعا الفساد يعني أخطر. جميل. طيب الموضوع هذا مهم جدا. ليش؟ لأن الشاب أنا زي ما قلت لك أنه من واجباته في المنزل أنه يغرس في أذهن أخوانه الصغار العقيدة الإسلامية وحفظ كتاب الله عز وجل. صحيح. وأيا كان من الأمور الذي لابد أنها تترسخ منذ الصغر. لكن إذا كان الشاب أصلا فاسد، أو أنه الشاب يعني خلينا نلطف عبارة فاسد، يعني غير مستقيم. نعم. ماذا سيغرس في ذهن إخوانه الصغار؟ نعم، في أخوانه الصغار، وأيضا في أبناء عمومته الصغار أبناء القادمين. أنت إذا ما أصلحت نفسك لن تستطيع إصلاح من حولك. صحيح. والله. ايضا قد يجلب العار لاهله اذا كان فاسد بشكل كبير، او يعني مفسد في الارض. قد يقولون هذا فلان ولد فلان، نعم، هذا فلان في يعني ينتمي للعائله الفلانيه، فبالتالي قد يؤثر ايضا سلبا. مشاهدينا الكرام، هذا موضوع يعني يطول الحديث عنه، ولكن انتهى وقت هذه الفقره. دعونا ننتقل للفقره الاخرى وحول العالم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. النقاش كان يعني حار شوي. نعم. دعونا ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة حول العالم. الدولة لهذا اليوم دولة جميلة، صراحة ما زرتها، لكن قرأنا عن تاريخها وقرأنا عن طقوسها وشعبها. خلونا ناخذ في البداية، الدولة هي دولة الفلبين. خلونا ناخذ معلومات بسيطة، ثم قبل نهاية الفقرة عندنا لكم مفاجأة من الطراز الرفيع لهذه الحلقة المباركة. طيب، تقع الفلبين في القارة الآسيوية على الحدود الغربية للمحيط الهندي، وتشترك في حدودها البحرية مع الصين ومع ماليزيا واندونيسيا واليابان. جميل. عبد الرحمن، عطنا عاصمة الفلبين الشيقة. نعم، عاصمة الفلبين معروفة، أعتقد يعني كثير من الناس يعرفها إذا ما كانوا كلهم. هي عاصمتها مانيلا، وهي العاصمة الرسمية لدولة الفلبين، وترتفع طبعا بالمناسبة هذه الفلبين هي تعتبر جزيرة، فبالتالي ترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 13 متر فقط، فبالتالي هي قريبة عن مستوى سطح البحر. يبلغ عدد تعدادها السكاني حوالي 100,444,527 نسمة، وتعتبر بذلك أكثر المدن الفلبينية احتواء للسكان. نتكلم عن العاصمة، عاصمة الفلبين مانيلا. طيب، لو سألتك يا أبو صقر، ما أنه الفلبين هي جزيرة، كيف مناخها؟ جميل. يتمركز في الجانب الشرقي، خلينا نتكلم. هذه منطقة يسموها منطقة أعاصيرية، فيها من الأعاصير في المحيط الهادئ، وعندما تكون يعني الهواء هواءها بارد. جميل 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 جدا. يعني أنا يعني قاعد أقرأ تشوقت لزيارة الفلبين. أي والله، ما شاء الله. طيب، تتحمل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية كل من الأمطار والأعاصير ويعني الأجواء عندهم أمطار، رياح، عواصف. أما الرياح الشمالية الشرقية فتكسب السماء مظهرها الصافي، تحس كذا كأنك في اسطنبول. ويمكن الفيضانات بعض الأحيان تغطي العاصمة الفلبينية خلال موسم الأمطار، عندهم كثرة الفيضانات. الضباب يغزو مدينة سيبو الفلبينية، أنا ما أدري نطقي صحيح ولا، لكن سيعدل لنا أحد الإخوان. نعم. ما بين شهر أكتوبر، يعني لهم شهرين كذا الأجواء تكون عندهم جود، عرفت؟ نعم. الأجواء الدافئة تكون في فصل الصيف، يعني ما عندهم حرارة لكن عندهم برودة والفيضانات كثيرة. فصل الصيف يكون الجو فيه يعني شديد الحرارة. جميل. يعني فيه عندهم حر وعندهم برد. يعني اختار أنت إيش الأمر مناسب لك. طيب يا أبو صقر، خلينا نرحب بمفاجأتنا في هذه الحلقة، ايش رايك؟ نعلن؟ اي، عطنا المفاجأة. المفاجأة يا اخواننا لهذه الحلقة، نستضيف احد الشباب الاريتري اللي كان متغربا سابقا في دولة الفلبين، الاخ الغالي والعزيز والحبيب على القلب، الاخ أسامة إدريس. سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أنس، مرحبا عبد الرحمن أخي، كيف حالكم؟ والله بخير ونعم. أنا صراحة سعيد يعني جدا 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 بخوض هذه المكالمة معك، وسعيد جدا، والطاقم كامل من المعد إلى المقدمين سعيدين جدا بتواجدك أستاذ أسامة. والله وأنا أسعد يا أخوي أنس. مرحبا بكم أسامة. مرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين والمستمعين وجميع القائمين على هذا البرنامج، ما شاء الله تبارك الله. تفضل. الله يكرمك يا أسامة. طبعا أسامة هو نفس صديق البرنامج المعروف في الصحابيات فاز معنا في العيد ما شاء الله. بس ما فاز معنا ما شاء الله. أهم شيء يعني فاز يعني أخيرا. يستاهل أسامة لو نصرف له من جيبها الشخصي، غالي وعزيز. أي والله، ونعم. طيب، خلينا نبدأ. ما أنك أسامة أنت كنت جالس في الفلبين صحيح؟ أي نعم صحيح. ما شاء الله. كم مدة إقامتك في الفلبين؟ أنا جلست في الفلبين 4 سنوات. 4 سنوات. ما شاء الله. 4 سنوات. طيب، دامك جلست 4 سنوات، حدثنا عن تجربتك في الفلبين والدراسة. طبعا أنت كنت رايح بغرض الدراسة صحيح؟ أي نعم. تمام، حدثنا عن هذه التجربة. طيب، أنا أولا ذهبت إلى الفلبين في عام 2014.
درست فيها من عام 2014 جميل. إلى 2017 هندسة كهرباء. ما شاء الله. آه، الفلبين صراحة يعني من الدول الجميلة جدا من حيث المناخ، وكنا نحن في العاصمة. آه، جميل. يعني كان عندنا جالية إريترية ما شاء الله تبارك الله. كنا إخوة مع بعض، وكانت فترة جميلة جدا. لكن ما شاء الله ما شاء الله. طيب جميل. أسامة، خلينا نتطرق لأمر مهم. كيف لقيت الشعب الفلبيني؟ بالنسبة للشعب الفلبيني ما شاء الله تبارك الله، يعني من شعب يتميز بالطيبة والاجتماعية، ونادر ما تجد أحد يتعامل معك كغريب في البلد. واللي يميزهم أكثر أن أغلب الشعب يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، ما تواجه مشكلة في العيش معهم يعني، ولا أوه، مريحة جدا هذه يا أسامة. أي نعم. ما شاء الله ما شاء الله. هذه والله ميزة تخلي الشعب الإريتري كله يروح هناك ما شاء الله، وأيضا وكل الشعوب الأخرى. طيب خلينا نتحدث أيضا عن الفلبين ونتكلم عن الأكل. الله، طبعا هذه فقرة أبو صقر المفضل ها. والله الأكل يا أخوانا يعني من ضمن مصادر السعادة. الله. طيب كيف الأكل هناك يا أسامة؟ والله صراحة كون أن الفلبين جزيرة، فأغلب الشعب يتناولون المأكولات البحرية المعروفة، جميل. وغالبا يأكلون السمك والأرز. هذه الأكلات المشهورة عندهم يعني. يعني المأكولات البحرية هناك أنا الفلبين ما تناسبني أبدا. مالك في المأكولات مالي البحرية؟ في السي فود أبدا أبدا. طيب خلني أسألك يا أسامة، هل الاندومي انتشر في الفلبين ولا إيش سالفة؟ النومي والله يعني هذا الشيء معروف. أسامة كنت مشهور. عزابي فشكلك اندومي آخر الليل وزي كذا. إيه. اي نعم، أكلناه كثير. طيب بالنسبة للشعب، مو الشعب عفوا، هل هناك عدد كبير عدد كبير من المسلمين في الفلبين؟ صحيح، يوجد عدد كبير. تواجد المسلمين في الفلبين مقارنة بالشعب يعتبر قليل بعض الشيء، فعدد السكان في الفلبين يعني يتجاوز 100 مليون تقريبا، بينهم المسلمين قرابة 5 مليون شخص. فالجدير بالذكر أن هناك جزيرة في جنوب الفلبين اسمها جزيرة مندناو. هي الجزيرة اللي يتواجد فيها المسلمين بكثرة يعني، عددهم كبير جدا. لكن في العاصمة وفي الأماكن الأخرى لا، يكون عدد المسلمين قليل جدا فيها. جميل ما شاء الله، جميل. قلت لي مندناو ها؟ نعم، مندناو. زرتها ولا ما زرتها؟ لا والله للأسف ما زرتها والله صراحة. إذا كان في جزيرة خاصة بالمسلمين ممكن احنا يعني نسير عليها. لا بأس، الزيارة القادمة. لا بأس. طيب السؤال الأخير حبيبنا أسامة، بأدمجه يعني، هو سؤال سأدمجه عاد افهم أنت يا أسامة. طيب تفضل. التواجد المساجد بكثرة والشعب الإريتري. بالنسبة للمساجد كما ذكرت في السؤال السابق، أن تواجد المسلمين قليل هناك، فبالتالي لا يوجد مساجد منتشرة في البلاد بكثرة. في المناطق الإسلامية نعم، في المناطق الإسلامية كنا نعاني صراحة من هذه المشكلة، يعني أنك تدور على مسجد وأنت طالع، هذا أمر صعب جدا هناك. لكن في الأماكن اللي نحن موجودين فيها وتواجد العرب يكون في مساجد الحمد لله. والشعب الإريتري طيب؟ الشعب الإريتري ما شاء الله تبارك الله يوجد عدد لا بأس به من الطلاب والطالبات ما شاء الله. طبعا احنا كنا ساكنين في منطقة في وسط العاصمة، في وسط البلد، فكان التواجد فيها كبير سواء من الطلاب أو الطالبات الإريتريات، كان في عدد لا بأس به. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الشعب الإريتري بدأ ينتشر في بقاع الأرض، ما يحتاج. متواجد في كل مكان يا أبو صقر. الله يكرمك. موجودين في كل مكان يا أبو صقر. طيب يا أسامة، شاكرين لك على هذه المداخلة الجميلة الرائعة، ويعني نتمنى إن شاء الله إنك تشاركنا في أيضا في الحلقات الأخرى. أنا ودي نستضيفك لايف يا أسامة، إنك تسمع، بس ما أدري أعرفك مشغول وشركات وكذا. الله يعينك. الله يجزاك خير يا أبو صقر، والله يتشرف بكم بإذن الله. الله يكرمك يا غالي. سعيدين صراحة بسماع صوتك ومشاركتك الطيبة. نلتقيك في حلقات أخرى إن شاء الله يا غالي.
بإذن الله يا حبيبي. الله يكرمك خير. نعود إلى محور حديثنا يا أبو صقر ونتكلم عن الفلبين. ما شاء الله أسامة ما قصره، غطلان لنا كل هذا، ولكن دعنا نتكلم محور أخير قبل أن نخرج الفاصل، ألا وهو الديانات في الفلبين. ذكرنا أسامة أن الديانات دين الإسلام يمثل 5%، وهو أيضا ما ذكرنا في المحور السابق أنه يعتبرون أقلية مقارنة بالعدد الكبير الذي يفوق 100 مليون، ولكن 3/4 الشعب الفلبيني يدين بديانة المسيحية الكاثوليكية الرومانية. أما الطوائف المسيحية الأخرى فتشكل أيضا عشر الفلبين، يعني 10% خلينا نقول، يغلب عليها المسيحية والله أعلم. نعم المسيحية الكاثوليكية. أما بقية السكان فهم من الديانة الإسلامية، يتركزون أيضا في الجزر الجنوبية كما ذكر أسامة. مصداق للمعلومات أسامة هي مندلة، عفوا الجزيرة اللي ذكرها اسمها مندناو. مندناو صحيح. كما يدين نسبة ضئيلة جدا من السكان بالديانة البوذية وغيرها من الديانات المحلية التي تسود بين السكان الريفيين والمحليين، فبالتالي الديانة الإسلامية هي اللي تطغى على الشعب الفلبيني. معلومات جميلة، فقرة ممتعة، استضافة أروع. صحيح. نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة مشتعلة، هذه الفقرة الأخيرة. نعم. سبورتس، بس بعد الفاصل نأخذ فاصل قصير ثم نعود لكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة سبورتس. بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد.
وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمروا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نذهب وإياكم إلى الفقرة الأخيرة وسبورت. مشاهدينا الكرام حياكم الله من جديد وفقرة سبورت. اليوم عندنا يعني محاور ما شاء الله حامية، واحنا الآن في نهاية هذا الموسم الرياضي لكرة القدم. أغلب الدوريات حسم البطل فيها، نتكلم عن 5 دوريات الكبرى مثل إيطاليا فرنسا وألمانيا. بقي هناك دولتين يعتبرون من الدول كبار الدوريات الأوروبية، ألا وهي إيطاليا وإنجلترا. والآن نبدأ بإنجلترا بأنها هي أقوى الدول التي لديها يعني بطولة محلية. جميل. دولة البريمير ليج وصراع اللقب الإنجليزي بين السيتي وليفربول، ما رأيك أبو صليح؟ والله السيتي كان ماشي مظبوط ولا يومك ذا ماشي مظبوط. تعادل في المباراة الأخيرة أربك الخصوم. نعم. ليفربول قاعد يقاتل في الملعب بالدكة الاحتياطية. ريح لك أمس فان دايك المدافع الكبير ومحمد صلاح، وعندك غيابات في النص من المحاور، وقاعد يلعب بالتشكيلة البديلة، ومع ذلك يقاتل في الملعب. وزي ما يقولون أي يعني واقف ورا السيتي. كلوب ينتظر سقطة جوارديولا بحيث يدخل على طول على السيتي. لكن في اعتقادي الشخصي أن السيتي هو بطل الدوري. ما رأيك عبد الرحمن؟ والله أنا أعتقد أنه الدوري لم يحسم بعد، كون السيتي تنتظره مواجهة أصعب من مواجهة ليفربول. ليفربول سوف يلعب مع فريق ولفرهامبتون، إلا أنه فريق السيتي سوف يلعب في مواجهة قد تكون عاطفية بعض الشيء، كون المدرب فريق أستون فيلا الذي سوف يستضيف مانشستر سيتي في مدينة برمنغهام. هذه المدينة التي بالمناسبة فيها كثير من الحبايب الإريتريين. أنا مؤكد. أي نعم. هذه المباراة سوف تكون صعبة كثير على مانشستر سيتي، كون الضغوط سوف تكون على مانشستر سيتي، ولكن السيتي اللقب في يده أكثر من ليفربول. حتى ليفربول لو انتصر يحتاج السيتي أن يتعثر بالتعادل أو بهزيمة حتى يعني يتفوق على السيتي وينتصر باللقب. أنا أيضا أعتقد أنه اللقب أقرب لفريق مانشستر سيتي. طيب، صراع الدوري الإيطالي والجولة الأخيرة عبد الرحمن، هل يفعلها ميلان؟ والله يعني الموسم ذا لميلان فاجأ الجميع مع المدرب الكبير بيولي، وكنا قد تحدثنا عنه في الحلقات السابقة. الآن متبقي مباراة وحيدة وهي المباراة رقم 38 في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي. ميلان انتصر على أتلانتا في مباراة دراماتيكية سجل فيها ثيو هرنانديز الهدف الثاني بهدف. أنا أعتقد أنه سوف يفوز بهدف البطولة، يعني تجاوز الكثير من خطوط يعني من الدفاع إلى الهجوم، ثم سجل هدف رائع جدا. هذا هدف جدير بالذكر في هذه الحلقة. أنا أعتقد أنه الدوري سوف يذهب بنسبة كبيرة إلى ميلان، كونه يعني هذا الصراع الكبير. يعني نتمنى صراحة كل المشجعين، وإن كان مشجعين الإنتر لا يتمنون الدوري إلا الإنتر، إلا أنه كل مشجعين العالم يتمنى ويتعاطف مع ميلان، كونه آخر دوري فاز به يعني قبل تقريبا خلينا نتكلم عن 15 سنة. يعني آخر دوري فاز فيه 2007 أو 2009 عفوا. بالتالي هذه البطولة ليست لميلان وإنما لتاريخ كرة القدم، كون ميلان أحد أهم يعني عناصر كرة القدم. سوف يلعب مع فريق ساسولو يقع في المركز، خلينا نشوف، نعم يقع في المركز 11. أما ميلان فيقع في المركز الأول ب 83 نقطة، وعندنا إنتر ميلان الذي يقع في المركز الثاني وسوف يلعب مع سامبدوريا. أنا أعتقد مواجهة إنتر ميلان سهلة وسوف ينتصر فيها، ولكن النهائي هو سوف يكون يوم الأحد القادم بين إي سي ميلان وفريق
ساسولو عفوا نعم بين ميلان وفريق ساسولو. نتمنى التوفيق لإيس ميلان ويحصد البطولة. أنا والله ماني بإيس ميلاني، ولكن يعني هذه بطولة عاطفية. أنت ميلان جابها الموسم الماضي، خلينا نغير شوي يعني. طيب خليني أسألك يا أبو صقر، صراع الكرة الذهبية، هل نقدر نقول إنه كريم بنزيما بتألقه في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ووصوله إلى اللقب رقم 35 ريال مدريد، وأيضا وصوله لنهاية دوري أبطال أوروبا، بهذا حسم الكرة الذهبية له أم يوجد منافسين؟ والله يا ابو تركي انا ما اخطئك، لكن صراحه انا كابو صقر ما اشوف فيه صراع. ليه يا أبو صقر؟ يعني ما أنت شايف كل هالأرقام؟ الارقام محسومه لابو ابراهيم كريم بنزيما. نعم. عطني منافس، ما في منافس له. ما في منافس له ما في أبدا. منافس. يعني اذا ممكن تقول ممكن مع اني ما اشوف ان الموسم ذا طافي يعني صراحه محمد صلاح. والله أتكلم على دي بروين ممكن. دي بروين. شوف الدوري الكرة الذهبية يأثر فيها الإعلام بشكل كبير، يعني ما تعتمد على أداء اللاعب، إلا أداء اللاعب وين يلعب وإيش البطولات اللي حققها. لو جينا نتكلم عن البطولات، عندنا مانع أكثر من صلاح، ولكن صلاح تأثيره في الملعب كان، وأرقام صلاح أكثر من أرقام ماني. يعني نتكلم عن متصدر الدوري الإنجليزي وفاز مع فريقه في كأس الرابطة وكأس الاتحاد، والآن تنتظره بطولة دوري أبطال أوروبا. عندنا أيضا الدوري ممكن يفوز فيه، بالتالي أنا أعتقد أنه صلاح هو المنافس الأول لكريم بنزيما، ولكن أعتقد أنها والله شوف أنا أقول ما في منافس في هذا الموسم لأبو إبراهيم كريم بنزيما. نعم. أنا أسلم عليه من هذا المنبر. إن شاء الله يسمعنا. كريم بنزيما يستحق الكرة الذهبية، إلا إذا تدخل الإعلام وفوز ميسي وفوز كريستيانو. معليش. لا مستحيل ميسي وكريستيانو أساسا ما أتوقع أنهم يتأهلون أصلا. والله الإعلام يغير كل شيء. يقول لك ميسي سجل لك هاتريك والدوري محسوم في الدوري الفرنسي من 70 سنة، ما حد بيشيل. يقول لك سجل لك هاتريك آخر مباراة. لا مستحيل صعبة جدا يعني. لا أحد يعني يجرؤ عن أن يفوز هذين اللاعبين. صح أنهم تاريخ كبير، ولكن الموسم ذا لا تقول أتول يا أبو صقر. طيب خلينا ننتقل من الدوريات الأوروبية ونتكلم عن الدوري الأقوى عربيا وهو الدوري السعودي. وقرار غريب فاجأ الجميع، وهو تأخير الكلاسيكو الذي كنا نعتقد أنه سوف يحسم كثير من الأمور إن لم يحسمها بشكل رسمي إذا فاز الاتحاد على الهلال 2-0. نتحدث اليوم عن تأخير أو تأجيل مباراة الكلاسيكو من يوم أتوقع كانت السبت الماضي. نعم إلى الأحد إلى الاثنين القادم. إلى الاثنين القادم. ما رأيك بصقي في هذا؟ والله يا أخي أنا ماني عارف إيش الحكمة صراحة من الموضوع، أنك أنت تؤجل مباراة 10 أيام. يعني هل السؤال مثلا أنا أنتظر عودة لاعب من الهلال بحيث يستعيد قوته ويواجه فريق نادي الاتحاد؟ يعني هل أنا أنتظر عودة اللاعب الأقوى في فريقي اللي هو كاريلو عشان أقدر أواجه قوة الاتحاد وعظمة جمهوره في ملعبه؟ والله طبعا الجدير بالذكر انه التأجيل كان بسبب وفاة رئيس الامارات 3 أيام خليفة بن زايد. يعني نسأل الله ونعز الشعب الاماراتي بهذه المصيبة التي حلت على الشعب العربي جميعا، ان نقول احسن الله عزاءكم. ولكن اعتراض الشعب او اعتراض الجمهور الاتحاد انه لا زال 3 أيام تأجل المباراة، يعني 10 أيام. الدوري احنا نرجع لأصحاب الأسى. نعم. الدوري الإماراتي أجل الدوري 3 أيام احتراما لوفاة القائد، صلى الله عز وجل يغفر له ويغمد روحه في الجنة. نعم. 3 أيام عاد الدوري الإماراتي. نعم. الدوري السعودي وقفوا 10 أيام من يعني في أسئلة كثيرة من أجل إقامة كأس الملك وما إلى ذلك. يعني أكثر نهاية من كأس الملك، وسوف نتحدث عن نهاية كأس الملك أيضا. بس أنا ما أدري هل هم شوف والله يا أخي أنا خوف يقولون إني متعصب، لكن أنا يعني خليني أسألك بشكل صريح يا أبو صقر، وش تشجع في الدوري السعودي؟ أنا اتحادي صميم ودمي أصفر. فجرتها خلاص ما في. والله أنا أشوف هذا ظلم صراحة. أنا سوف أقف في صف نادي الهلال، كونه يعني ما ينفع انه يكون واحد اتحادي وايضا المقدم اخر اتحادي. لا بس خلني انا اقول معلومه. قالها الكابتن الكبير محمد نور الاسطوره الاول في الكره السعوديه بشهاده الجميع طبعا عشان ما تقول اتحادي وما اتحادي. لا مو واضح انك اتحادي. الاتحاد حتى وين عاد ولاعبهم المصاب اندري كاريلو
ورجعوه واعتمدوا عليه بعد الله عز وجل على الاتحاد، سينزل امام 60,000. بس خلي الحسابات دي تكون في رؤوسهم. نعم. انا سينزل امام 60,000 وامام عوده قائد الدفاع، وزير الدفاع العربي. وزير الدفاع في العالم هو فان دايك. نعم. وزير الدفاع العربي هو احمد حجازي. عاد الى الساحه. الاتحاد لن يفوت هذه البطوله حتى وان فاز الهلال. ان فاز الهلال لسه قدامها الباطن، قدامها الفيحاء، مو استنقاصا في الانديه، لكن الاتحاد نعم. لن يعني يعطيهم البطوله كذا. وانا امنياتي دام الموضوع فيه تاجيل و10 و5 و7 ايام على كيفهم، انا ارى ان يكون الهلال اخر مباراه بحيث اني اتوج قدامه. هو ترى ممكن الاتحاد يتوج امام الهلال اذا فاز بنتيجه اكثر من 2-0 وفوق ذلك الاتحاد رسميا يتوج بلقب الدوري، حتى وان خسر جميع المباريات القادمه، كون الفرق سوف يكون كبير بين الاتحاد والهلال. انا اشوف انه سوف تنتظر مباراه كبيره جدا، كون الصخب الاعلامي الذي هذه انا اعتقد يعني والله اعلم انها من اقوى مباريات الكره السعوديه. انا اشوف اقوى مباراه الكره العربيه يعني قويه ستكون جدا، وسيكون فيها حرب. نعم. حرب جدا، و60,000 مشجع في انتظار هذه المباراه، وانا والله كان نفسي احضرها، لكن شكرا لله عز وجل. شكرا لله عز وجل. طيب لعلنا ننتقل الى اخر محور في هذه الفقره يا انس، والانتقالات صيفيه متوقعه. عندنا اكبر انتقال واكبر حدث واكبر نجم ينتقل من فريق كبير الى فريق كبير، الا هو النجم كيليان امبابي الذي ينتقل من باريس سان جيرمان، والذي عفوا يتوقع ان ينتقل من باريس سان جيرمان الى ريال مدريد. ما رايك في الصفقه يا ابو صقر؟ والله اتوقع انها تتم ولا ما تتم؟ كيليان امبابي صراحه عاجبني فيه انه عنده شخصيه اللاعب. صحيح. يعني تحس انه ما هو مهتم للمال. انا شفت له تصريح بس اني ما اذكره في تويتر اتوقع او شيء زي كذا. الصفقه ستتم، ريال مدريد قادر انه يشتري صراحه امبابي، لكن يظهر لي انه يبغى يوقع مع باريس. انا اعتقد انهم اتفقوا، انا ما قرات في الاخبار صراحه بشكل عميق، لكن اعتقد انه سيخلص مع باريس. والله يا اخي شوف، كل من يعني يتابع امبابي يعلم انه حلمه، هو كان مشجع كبير لمدريد يعني منذ الصغر، وحلمه ان يلعب بجانب كريستيانو، ونجمها قدوته يعني قد صرح بذلك من قبل هو كريستيانو، ولكن عنده ميسي فعلا. وباريس يعني اغرق يعني امبابي بالاموال وعرض عليه مبالغ ضخمه جدا. اعتقد قال له 200 مليون في التوقيع بس، ولا؟ نعم، 100 مليون، 150 مليون في التوقيع، و100 مليون في التوقيع، و150 مليون راتب في خلال سنتين، يعني في السنه 75 مليون. الا انه اعتقد انا والله اعلم انا عكسك تماما. 30 مليون ابو صقر الدفاع. اعتقد انه سوف ينتقل الى ريال مدريد. يعني مدريد بما انه كان حلم كبير لباريس، والله هو يبي يحقق الابطال. وصراحه باريس يعني شويه ما تحس انه جود ما تعرف. صعب جدا على باريس سان جيرمان، الا انه انا اعتقد انه سوف يعني يتوج بها في السنوات القادمه. طيب ننتقل الى يعني نجم كبير جدا يعني يلعب كراس حربه في فريق بايرن ميونخ. نتكلم عن المهاجم الذي حصل على افضل مهاجم في السنه الماضيه، اللي هو ليفاندوفسكي عفوا، اللاعب الكبير. يقال انه يعني او يقول ليفاندوفسكي ويشعر بما يشعر به ليفاندوفسكي انه شعر بعدم الاحترام من اداره بايرن ميونخ، كانهم يعني كانوا يفاوضون الكابتن هالاند، والذي بالمناسبه سوف نتحدث عنه وانتقاله الى مانشستر سيتي. ولكن ليفاندوفسكي ودع جماهير بايرن ميونخ، وكان اللقاء حميمي بين جمهوره في اخر مباراه. ما رايك في هذا الانتقال، وما رايك الى اي فريق سوف ينتقل؟ ليفا انا احبه حب كبير جدا، يعني احب طريقه لعبه. عجيب، اول مره تقول الكلام ذا. اي طريقه لعبه تشعر انه يعني داخل ال 18 يخلص، بس ما يحتاج يعني في وظيفته جميله. اذكر احد المطبلين له لليفا في تويتر يعني من شده حبه للاعب قال فيه بيتين جميل. قال افديه خلا ولو عز اللقاء به افدي الديار وافدي العم والخال. هذا يعني متعلق بليفا جدا جدا جدا. فصراحه انا احب طريقه لعبه، واتمنى انه ينتقل الى برشلونه. هو اساسا الاسم الاكبر الذي يفاوض ليفاندوفسكي هو برشلونه. والله اتمنى انا صراحه، بس ترى بيصير معدل الاعمار 45، يعني فريق شياب بيصير. لكن برشلونه الان يعني يحتاج هذه الصفقات. ابو صقر، انتهت حلقتنا بهذه
انتهت فقرتنا، وبنهاية هذه الفقرة تنتهي هذه الحلقة. أشكر جميع من شاركنا. أشكر ضيفي أسامة إدريس الذي شاركنا في فقرة حول العالم. أيضا أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن الاستماع والمشاهدة، وباسمكم جميعا أيضا أشكر زميلي المتألق أبو صقر. شكرا لك يا أبو صقر. والله الشكر موصول لك أنت أيها المبدع الغالي حبيب القلب، والشكر حبيبنا أبو تركي، والشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدونا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة. كانت حلقة ماتعة استضفنا فيها أسامة إدريس، وأخذنا أخبار شيقة لكرة القدم، وكان الموضوع شيق في صلة الرحم، والدولة كانت جميلة، والحلقة كانت جميلة، وأنتم جميلين ونحن أجمل، والمخرج جميل. نلتقيكم مشاهدينا الكرام في الأسبوع القادم في نفس التوقيت يوم الأربعاء في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت أسمرة. هذا محدثكم أنس بن بيان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا. حديث مبل 18 مورالاونت أبو ذر جندب ابن جنادة أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما كم زبلو لأخنى الله صلى الله عليه وسلم كم زي إلهم يبلو أبزها اللخا ربي فرح نحما صرحك بتصبق صرحتك أيو زنبخا ويحاتياتك مئنتان كدم سسلك بتصبق طواي مسبات تراخب ترميزي زمزقبو تقوى مالت فرحنا الله مالتي يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاء. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد. نعتز بهويتنا